هل مجرة درب التبانة هي المجرة الوحيدة في الكون بتاعنا؟ في الحقيقة عدد المجرات في الكون المنظور بالنسبة لينا يقدر بحوالي 200 مليار مجرة. لكن طبعا احنا ما نقدرش نشوف كل المجرات دي بعينينا المجردة، ولا حتى بالتلسكوبات المتاحة لينا على كوكب الأرض. لكن في آلاف المجرات اللي عرفنا بالفعل إن احنا نصورها، ومن ضمنها مجرة بوت جالاكسي أو M81. المجرة دي هتلاقوها عبارة عن نقطة صغيرة جدا جدا في كوكبة الدب الأكبر في السماء، أو كوكبة أورسا ميجور أو بيج ديبر زي ما احنا عارفينها. عشان نشوفها بوضوح لازم تلسكوب أو عدسة يكون طولها البؤري كبير شوية. المجرة دي بالرغم من إنها بتظهر على إنها نقطة صغيرة جدا جدا في السماء، إلا إن حجمها الحقيقي مهول وضخم جدا. وعشان تتخيلوا مدى ضخامتها فهي قطرها حوالي 90 ألف سنة ضوئية، والنواة بتاعتها فيها ثقب أسود مهول كتلته حوالي 70 مليون مرة قد كتلة الشمس. المجرة دي هي بعيدة عننا بحوالي 12 مليون سنة ضوئية، وعشان كده هي بتظهر كأنها نقطة صغيرة أو نجمة صغيرة جدا جدا في السماء. بالقرب من المجرة دي في الصورة بتاعتنا هنلاقي في مجرة تانية صغيرة اسمها سيجار جالاكسي، وطبعا هي اتسمت بالاسم ده لأن هي واضح من شكلها إن على شكل سيجارة مشتعلة. المجرة دي عن نشطة جدا جدا، بيتولد فيها نجوم أكتر من المعدل الطبيعي بتاع أي مجرة تانية. ومعدل تولد النجوم العالي ده عشان هي متأثرة بقوة الجاذبية وموجات الجذب من ناحية المجرة الجارة ليها بوت جالاكسي. موجات الجذب دي عملت تشوهات في مجرة سيجار جالاكسي من حوالي 100 مليون سنة، وأدت إن معدل تولد النجوم يبقى ضعف 10 مرات عن المعدل الطبيعي. لو لاحظت في نص المجرة دي هتلاقي في حاجة عبارة عن شرارة أو لهب لونها أحمر، وده نتيجة للهيدروجين المتوهج والنشط جدا في المنطقة دي. انت ممكن تفتكر ان الصورة دي متصورة من مرصد او تلسكوب عملاق في بلد اجنبية، لكن في الحقيقة الصورة دي انا صورتها بتلسكوب صغير طول البؤري 250 مللي فقط، والتصوير كان على مدار 3 ليالي من سماء مصر. يعني صورة مصرية 100%. عشان تعرف ازاي انا بصور الصور دي تابع صفحتي، صفحة علومجي على الفيسبوك، وتابع كمان كورس التصوير الفلكي المجاني اللي انا بقدمه على قناة علومجي في اليوتيوب. اتمنى ان الفيديو والمعلومات اللي قلتها فيه تكون عجبتكم وافادتكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان خاطر الفيديوهات توصل لاكبر عدد ممكن.